تعالي وانا اقول لك بقى. عملنا صينيه رقاق باللحمه المفرومه خطيره. طبعا ده الرقاق اللي عملناه مع بعض. هقول لك مقاديره برضو. معايا هنا ربع كيلو لحمه مفرومه، حته سمنه بلدي، اي ماده دهنيه انت بتحطيها، ملح وفلفل وبصلايه مقطعه هتدخل على السوا. هروح مديها طماطميه متقطعه صغير وقرن فلفل سبايسي، فص توم في الاول. تمام كده. عندك بقى الرقاق الطري ده عملناه مع بعض من غير عجن ولا فرد ولا اي حاجه. حطيت رقاقية، دهنت الصينية ربع معلقة سمنة، وحطيت رقاقية وحطيت ربع معلقة سمنة كده سايحة، ودي اللي انا برششها عليها شوربة بس طالعة من التلاجة من غير ما اسخنها. قلت كده كده ايه هي هتسخن مع الرقاق، والدسم بتاع الشوربة الدسمة شوربة ضاني خطير، هيدي لصينية الرقاق طعم تحفة. عندك شايفه الرقاق ده عملناه في الخلاط من غير ما نعجن ولا نحط ايدينا فيه. كوبايتين دقيق على كوبايتين ميه، وصبناه في طاسه الكريب، ربع معلقه سكر ربع معلقه ملح. هنجيب بقى، حطيت 3 فوق، هحط 3 تحت. هتحط برضو اللحمه المفرومه اللي عصجناها دلوقتي، واحط 3 فوق، بين كل واحده وواحده ربع معلقه سمنه كده زي ما انت شايفه، ومعلقه شوربه برشرشها عليها. الرقاق الطري اللي احنا عاملينه ده مش بيحتاج تغرقيه في الشوربه، هو اصلا العجينه بتاعته سايله، احنا عاملينها في الخلاط. تمام كده. بصي شفاف ازاي، ايدي باينه منه، وطري، وهيفضل طري حتى بعد ما احنا نعمله. خطير خطير خطير. جربيه وهتقولي لي، بس قولي لي في الكومنتات رأيك فيه ايه. فطيرة بتتعمل معاكي، فطيرة خطيرة. اخر ورقة دي بقى انا مش هدهنها اي حاجة. كوبايتين دي عملنا منهم صينية رق، وفاض معانا كمان كام رقاية كده. كان فاضل معايا معلقة لحمة مفرومة متعصجة، هحطها عليه وهقصها دلوقتي. يعني هقطعها زي الكريب، هعملها قرطاس لابني زي السندوتش كده، بتبقى خطيرة زي الكريب. هتنيها بدل ما اعملها له سندوتش او كده، تقدري تعمليها عيش سوري، تقدري تحشيه مربى، صوص شوكولاته، صوص كراميل، جبنه، ميكس جبن، اي حاجه. انا هقفله له كده قرطاس زي الكريب، وهديله تشويحه من فوق وتشويحه من تحت، هدهنها سمنه واعملها له. دي التانية معايا برضو، بس مش هعملها بقى لحمه متعصجه او لحوم. عندي هنا بيض مقلي، وهحط عليه كان باقي جبنه رومي كده من الفطار، هحط عليه كام حته جبنه رومي، هتديله طعم خطير، هيبقى احلى من اللحوم، بتبقى طعمها خطير. تقدري تحشي العيش دوت اي حاجه. ده نوع من انواع المخبوزات، رقاق طري، كريب، يمشي معاكي اي حاجه. بصي هو مرن وتحفه وطري وخطير. فطيره بتديكي في الاخر يعني نتيجه مبهره حقيقي. بدهن الصينيه كده سمنه، وبدهن العيش ذات نفسه فوق وتحت سمنه، ولو سمنه بلدي يبقى يا سلام، محلى الكلام. بتبقى خطيرة اللقمة دي، خطيرة. يمشي معاكي عيش تورتيلا، دي كانت مستوية شوية، هحط عليها برضو حاجة بسيطة كده، دهنها من السمنة، فرشة سمنة كده، انا بحط بالمعلقة مستعجلة. وهحط رشة من الكاكاو والسكر على ربع معلقة صغيرة قرفة كده، هتديها طعم خطير. دي بقى انا هربعها، اقفلها مربعة كده ظرف، وهديها تشويحه بقى فوق من تحت، بس بدهن سمنه زي كانك بتعملي فطيره بالسكر بصوص الشوكولاته. تقدري تعمليها بالسكر، السكر بس تمام هتمشي معاكي. تقدري تعمليها زبيب وجوز هند وسوداني، هتمشي معاكي. اي حاجه عايزه تحشيها حلوه حادق جبن، هتمشي معاكي وتبقى خطيره. احنا الرقاق ده نزلت لكم طريقته، الرقاق الطري عملناه اكتر من مره على الصفحه، بتبقى خطيره. عايزه اقولك اللقمه دي ما بتحطيش ايدك فيها، لا بتعجني ولا بتفردي ولا بتاخد غلبه معاكي. طيب التركه المهمه بقى، انا مش هبدا اقلب الصينيه بتاعتي على النار. انا بعملها، بحب اعمل الرقاق الطري قوي 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 على النار من فوق. اللي بيعملها زيي يقول لي في التعليقات، بتدي نتيجه احلى من الفرن. انا هنا مش هبدا اعملها الا لما ارج الصينيه الاقي الفطيره بتاعتي بتروح وتيجي مش لازقه. هبدا اقلبها اهي، خطيره.
هقلبها زي ما حضراتكم شفتي كده. انا بحط صينيه تحت عشان السخونيه ما تلسعنيش، مش ناقصين. ربع معلقه سمنه، ما بياخدش العجينه ديت، ما بتشربش السمنه، يعني ما بتاخدش سمنه كتير، هي خفيفه وخطيره. انت ممكن ترققيها وممكن تتخنيها في ايدك السايل، عايزاها تخينه ممكن تزودي دقيق في الخلاط. اهي خطيره. والكريب دلوقتي هتشوفوه، وهحط جنبها الفطيره ام سكر وقرفه، هيحلوا ويحدقوا في نفس الوقت. تحفه. اهي هحط الفطيره اللي حطيناها بصوص الشوكولاته دي والكاكاو والقرفه اهي. وما تخافوش مش هتشر ولا حاجه، مش هبدا اقلبها لما ايه تاخد تستوي من تحت، تاخد لون كده وشها يحمر. اهي صينيه الرقاق كانت خلصت معايا. تقدري تحطي عليها معلقتين شوربه لو عايزاها اطرى من كده، بس هي دي يعني طريه فطيره مش محتاجه. ادهني بقى الوش سمنه كده قبل ما تقلبيها، هتبقى معاكي خطيره. وقطعي بقى، قطعي التقطيعه اللي تعجبك، تقطعيها مثلثات مربعات. صينيه رقاق معاكي فطيره. شايفين الطراوه بتاعتها؟ الوش مقرمش والقعر من تحت مقرمش والقلب فطيره، كأنك بتاكلي فطيره. احلى من الرقاق اللي هو الجاهز اللي احنا بنشتريه من السوق، من السوبر ماركت. ده بتدي طعم خطير خطير خطير. تحفه تحفه تحفه. اهو شايفين بقى التاني اللي عملناه مثلثات، تقدري تحشيه بطاطس محمره وزيتون وكده يعني، وخيار مخلل، هتبقى معاكي تحفه. ابدأي بقى قلبيها وطلعيها اهي لما تستوي اللون اللي انت عايزاه. هنا انا قطعت صينيه رقاق، هوريكي دلوقتي الورقات بتاعتها. شايفه مورقه وخطيره ازاي، شايفه طريه وطراوه جميله ازاي اهي. شايفه مش معضمه، لان احنا صابين العجينه بتاعتها وضربينها في الخلاط كويس جدا وصبينها، مش ما فيهاش حته مكلكعه. شايفه فطيره مورق فطيره. جربوها بالطريقه دي وهتدعي لي. ولو وصلتي معايا لحد هنا يا قمر، بقدم محتوى وصفات سهله وبسيطه. اتمنى تشجعوني، لايك متابعه اشتراك، واتمنى لكم الخير والسعاده. شايفه صينيه الرقاق ولا غلطه، تحفه 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 اهي. والحلوه اهو اللي عملناه مع بعض. تبداي تحطي، ممكن تحطي عليها عسل من فوق، ممكن تحطي صوص شوكولاته، صوص كراميل، هتبقى معاكي خطيره. هقطعها لكم دلوقتي واوريها لكم. ده الكريب. طبعا ابني واقف مستعجل، كان الغدا وانتوا عارفين ان في ازمه عيش اصلا في البلد. احنا العيد في ازمه الفران قافله، فانت لو عملتي العجينه دي بكوبايتين دي ب5 جنيه هتعملي. خلي اللحمه عليكي ودي علينا، ما فيش حد يكتب لي في التعليقات لا اللحمه عليكي، عشان انا ما ذبحتش يا جماعه. اللحمه عليكوا، عديها بقى، عديها بقى اهي. شايفين فطيرة سهلة وخطيرة، هتحلي وتحدقي في نفس الوقت. لو اتلدعت شوية من تحت معلش. هنا دوت صوص كراميل، بس كنت حاطاه في الفريزر، كنا عاملينه على الصفحة برضو وحطاه في الفريزر عشان ده مفهوش مواد حافظة. حقيقي يعني حاجة مشبعة وجميلة خطيره. عايزه اقول لكم العجينه الخليط دوت بيبقى طعمه حكايه. شايفين بقى ام بيض بقى وجبنه رومي بتمط ازاي ولازقه، خطيره. كان طعمها حكايه، كانت عايزه بس شويه زيتون وهتبقى حكايه. شايفين ام لحمه مفرومه، تحفه 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 تحفه. في النهايه اتمنى تتابعوني، تشتركوا في القناه بتاعتي. اشوفكم بالف خير وسلام. عيد سعيد عليكم. سلام. كل سنة وحضراتكم طيبين.